بدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسامة شعبان بتاع التشطيبات، واللي متابعنا على الفيسبوك أسامة شعبان شركة الأهرام تشطيبات والديكورات. النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا. لو أنت عندك جزء أوت دور أو عندك الجاردن، عندك الوحدة بتاعتك. يعني النهاردة العميل كلمنا عنده مشاكل في الكهرباء اللي موجودة عنده في الفيلا من الخارج، فاحنا جينا نبص على الشغل. طبعا أنا في شوية صور كده هنزلها لكم دلوقتي تبصوا عليها. احنا لما دخلنا كان في شويه مشاكل في الكهرباء، كان في شويه كهرباء بتلمس في بعض، فرجعنا ان احنا نبص على الكابلات وعلى الشغل اللي واصل للجارد اللي موجود. لقينا ان الكهربائي اللي كان شغال في الفيلا كان عامل الوصلات بتاعته والبواطات الووتر بروف كلها فكه من بعضها، فبالتالي في ميه بتدخل وما كانتش معموله بطريقه تهيأ ان ممنوع ان الميه تدخل فيها. فاحنا هنتكلم دلوقتي مع بعض. مبدئيا كان في عندنا في ابليك موجوده هنا في الجاردن، فالمفروض يكون لها طريقه معينه وتوصيل معين علشان الميه ما تقدرش انها تدخل ليها. لو جينا مع بعض نبص هنا كده، يعني هو كان حاطط اللوحه بتاعته وسط الشجر، وده طبعا بيخلي الميه تدخل في اللوحه. تمام، طبعا كل دي ابليك موجوده معانا هنا، والجزء ده كله كان معمول معانا رخام، وكان رخام كان بايظ كله، ما كانش معمول بطريقه كويسه. لو جينا نبص هنا اللوحه عندي هنا ايه، طبعا احنا فككناها كلها. اللوحه كانت محطوطه وكان في قدامنا هنا شجر اللي احنا اتخلع ده كله واترمى هنا، كان كل الشجر ده كان مقفل عليها، فبالتالي كان الميه سهل جدا انها توصل للجزء ده، لان الكابلات كلها نازله لتحت هنا. لو احنا شايفين هنا انا عندي مواسير ماشيه هنا اهي. تمام، هيبان الموضوع ده اكتر. يعني انا عندي كان هنا في الجزء ده، لو الكاميرا تيجي معايا هنا كده، كان في هنا بواط الووتر بروف حطه في نص الشجر هنا بحيث ان هو يوزع منه لاباليك. طبعا الكلام ده المفروض ان هو يتحط يكون على الحيطه اللي ورا، بحيث ان الميه ما توصلهاش خالص، وانزل من البواط ده بالفلسكيبل بتاعي اللي هيغذي بيه السبوت الحربه او الابليك الحربه اللي هيشتغل في وسط الجنينه هنا. تمام، لو احنا خرجنا مع بعض هنا، طبعا احنا اللوحه دي هنشيلها من هنا خالص وهننقلها من الجزء ده خالص، وهنجيبها عندي هنا على الحيطه اللي موجوده هنا. طبعا احنا بنجهز هنا الجزء ده كله هيتجهز، وهبني معايا هنا الجزء ده هنا كده يقفل عليها، وهعمل لها قاعده من تحت. كل الاسلاك اللي في الجزء ده كله، كل ده كان عليه ميه والمواسير كان داخلها ميه. طبعا الاباليك لو احنا شايفين، تعال بص هنا الاباليك الجزء ده لسه بيفكوا فيه. الاباليك دي كلها كانت متكسره وقع زي ما احنا شايفين كده. في حاجه كمان، انا كان في عندي شجر موجود عندي هنا ورا، كان الشجر ده كانت جذوره بتدخل تحت الرخام، وهو ده اللي عمل المشكله بتاع الرخام. طب احنا عالجنا الموضوع ده ازاي؟ احنا جينا هنا كده فحتنا لمتر تحت في الارض، وعملنا صبه خرسانيه تفصل الشجر والجذوع منها للجزء اللي احنا هنعمله بتاع الاوت دور اللي هنا، وان هو مفيش اي تسريب يدخل جوه عندي في الفيلا. طب احنا بصينا برده وكشفنا ان في عزل موجود على حوائط الفيلا بالكامل، ولكن الجزء اللي عندي اللي بره هنا في الاوت دور هو اللي كان فيه عندي مشكله. فحطنا كل ده كده بالكامل في داير الفيلا كلها، عملنا صبه خرسانيه لعمق متر، وبعد كده هنبني على الصبه الخرسانيه دي. هنطلع فوق 30 سم، وهنعمل الطوب بتاعنا والخامه. تشوفوا ان شاء الله برده في الجزء الثاني بعد التشطيب ايه اللي هيتم. طبعا الحوار البواطات كلها والمواسير دي كلها هتتشال، كل الكلام ده. لو جينا بصينا هنلاقي ان هنا بص البواط ده، شايفين جذع الشجره داخل مع السلك اهو، فبيكسر الماسوره بالصدفه. هنا بص معايا، ده جذع شجره اهو وداخل على المواسير هنا، فطبعا مطلع وكسر الماسوره من مكانها والاسلاك والبواطات دي كلها. كل ده هنا اهو، لو بصينا هنا كده هنلاقي ان السلك هنا والماسوره برده هنا طالعه من الجلبه اللي موجوده، فالكلام ده كله غلط. تمام، فاحنا ايه اللي المفروض هنعمله ان شاء الله؟ هنرفع كل الكابلات بتاعتنا على السور من ورا، هنوصلها بمواسير البي في سي بيت الهندسه مع البواطات الووتر بروف، وهنغذي بيها الاجزاء دي كلها بالكامل. لو جينا هنا برده كل الجزء بتاع الفيلا ده بالكامل، الله ينور عليك، كل الفيلا بتاع كل الجزء بتاع الفيلا ده بالكامل كل ده اتكسر معانا هنا، وعملنا نفس الموضوع. عندي هنا اللوحه العموميه اللي موجوده هنا اللي مغذيه الفيلا كلها. اللوحه دي اللي فيها كل المفاتيح بتاعت الفيلا موجوده عندي، والعداد وكل الكلام ده كله، فهو ده اللي مغذي معايا الفيلا. دي المواسير
اللي داخله معايا للفيلا برضو كانت متاثره معايا بجذوع الشجر والكلام ده كله، كانت هتعمل مشكله كبيره جدا في موضوع الكهرباء. كل ده هيتكسر ان شاء الله، وهنغير الموضوع ده كله بالكامل. وبرده نفس الجزء اللي هناك ده كله ونفس الباركنج لو جينا معانا كده مع بعض. طبعا احنا اصلا بنشيل الرخام اللي موجود هنا واللي كان موجود في الباركنج. كان عايز اقول لك كان في كميه جذوع شجر موجوده كتير جدا، كانت مقلقله الرخام من مكانه. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان البواطات هنا هي موجوده، لو انتوا شايفينها ادي هنا عندي اهو نفس النظام ده كده، والنظام اللي هنا ده كده، كل ده لازم يبقى مرفوع معايا على الحيط. تمام. ومعايا الجزء ده كله بالكامل، وجزء الكهرباء الخاص بالموتور والفلاتر والموضوع ده كله، كل ده ان شاء الله هيتظبط وهنلغي الموضوع ده كله. وان شاء الله هتبصوا على الشكل بعد ما يحصل هيكون فيه. اهم حاجه وانت بتاسس لازم تظبط اللي انت عايز تعمله بالظبط، وتحدد انت محتاج تعمل ايه، علشان بعد كده ما يحصلش معاك مشاكل زي اللي احنا بنشوفها دي. بعد ما حضرتك بتصرف وبتعمل كل ده، في الاخر بنرجع نكسره كله وبنعمل غيره علشان ما يبقاش فيه مشاكل فيما بعد. اهم نقطه وانت بتاسس او انت بتشطب، لازم تحدد انت محتاج ايه بالظبط، وايه التفاصيل المعينه اللي انت محتاجها. مش هنرمي كابلات وخلاص كده على الفاضي، او نرمي خراطيم وخلاص كده على الفاضي. لا، بنحدد النوع اللي احنا عايزينها، بنخلي المواسير بتاعتنا ماشيه على السور فوق مش في الارض. تمام. وجينا مع بعض بصينا هنا كده برضه، هنلاقي الجزء ده كله كان بالكامل كان الباركنج، وكان معمول عندي هنا وكان بزل. تمام. كان فيه مشاكل كبيره جدا. الجزء ده كل ده اتكسر، كل ده اتشال معانا. وكان عندي في الجزء اللي هناك ده لو انتوا شايفينه، الجزء اللي هناك ده كان معمول بار، وكان برضه في مشاكل، ما كانش معمول له صبه خرسانيه تحت مظبوطه، فكان البار ريح وعمل مشكله في التربه. فطبعا وسعناه وعملنا له الصبه الخرسانيه بتاعته، وطلعنا بيها بطوب وحطينا عليها برضه مونه، ولسه هتاخد فرشه خرسانيه من فوق، وهنبدا ان احنا نشتغل عليها. فبالتالي انت كده الجزء اللي احنا بنتكلم عليه ده هنا اهو، انت كده عملت ارض صلبه تعرف تعمل عليها اللي حضرتك عايزه. فاحنا هنعمل هنا بار الجزء ده خاص بشغل الجاردن ده كله، وهيكون في اضاءات تانية مختلفه تماما عن اللي كان معمول. ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه وتتبسطوا بيها وبالشكل النهائي. لو بصينا هنا برضو على اللوحه دي، اللوحه اللي كانت موجوده الخاصه بالبار برضو كانت محطوطه كده بطريقه عشوائيه، ما كانتش متثبته تثبيت كويس، الاسلاك كلها كانت واقعه منها، ما كانش الموتور نفس الموضوع. طبعا الكلام ده كله احنا فاكرين بقى الوصله بتاعت الميه والموضوع ده كله، الحاجات دي كلها لازم تتظبط، الحاجات دي كلها لازم يتعمل لها اساس من البدايه عشان تطلع مظبوط. وربنا ييسر الحال ان شاء الله ويعجبكم شغلنا، واعمل لايك للفيديو وتابعنا على القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.